ازيكم يا صحابي عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل السندوتشات دي مع بعض. اول حاجه هنحضر العجينه مع بعض، ودي بتبقى سهله جدا، عباره عن سكر وخميره وكمان ميه دافيه عشان نختبر الخميره. حطينا معلقتين كبار سكر وكيس خميره ونص كوبايه ميه دافيه. هنقلبهم كويس بقى مع بعض ونسيبهم نغطيهم لحد 5 دقايق كده. لو هي عملت فوم من فوق يبقى الخميره بتاعتنا شغاله وهتشتغل كويس في العجينه. تمام. هندخل بقى 3 كوبايات كبار من الدقيق. بعتذر على صوتي طبعا عشان عندي برد انا وحور ادعولنا. هندخلهم بقى كده كويس جدا. طبعا هندخلهم عشان ما يبقاش فيه العجينه اي تكتلات من جوه. هنقلبهم بقى كويس مع مع الخميره، وهنضيف ربع كوبايه من الزيت. العجينه بتاعتها سهله جدا وما فيهاش اي يعني مكون هتلاقوه مش موجود. وعايزه اقول لكم ما شاء الله عملت لي كميه كبيره بالثلاث كوبايات دولت. هنبدا بقى نعجن كويس ونضيف الميه تدريجي لحد ما الدقيق كله يختفي، ونحس ان العجينه ملزقه سنه كده. يبقى احنا كده خلاص مش هنزود ميه، بس هنفضل نعجن كويس. هنفضل بقى نعجن بتاع 10 دقايق كده. هنلاقي العجينه بتاعتنا لمت خالص ولمت من البوله. لو انتم ملاحظين ما بقتش استخدم العجين خالص، بقيت استخدم ايدي في العجن، اسرع واوفر كمان. هنحط بقى نقطه زيت ونسيب العجينه تختمر. هنسيبها حوالي كده ساعه. خلاص جبنا مفرش العجين وحطينا عليه دقيق عشان نفرد العجينه بمنتهى السهوله. زي ما انتم شايفين المكونات بتاعه العجينه سهله قوي. هنبدا بقى نفرد العجينه كويس ونعملها على هيئه رول، ونفضي منها اي هوا زياده. خلاص بقى نبدا نقطعها كور كده صغيره، بس نراعي ان هي تبقى شبه بعضها. طبعا اللي احنا هنعمله دوت اسمه ميني كايزر، دوت بيتباع في محلات الحلويات. بيبقى ايه عباره عن مقبلات كده. وطبعا السندوتشات دي بتبقى غاليه، فقلنا ان احنا نعملها في البيت وتنفع كمان للحفلات او اي اعياد ميلاد او الكلام دوت. خلاص احنا كده خلصنا. هنجيب بقى بيضايه بدرجه حراره المطبخ ونحط عليها رشه بس من الفانيليا مش كيس، وهنقلبها كويس جدا. احنا طبعا بنحط الفانيليا عشان لو فيها ريحه زفاره، وممكن كمان ندهنها باللبن مش لازم البيض. وكمان هنحضر جنبنا حبه البركه، وهنحضر سمسم. ممكن نلغي حبه البركه لو مش حابينها، بس هي بتتباع جاهزه بحبه البركه. دي بقى الصينيه اللي هنعمل فيها. لو ألمونيا هندهنها شويه. هناخد كوره كوره ونعيد تشكيلها تاني ونفضي منها اي هوا، لان احنا سيبناها تختمر تاني بعد ما احنا شكلناها. هنفضي منها اي هوا عشان شكلها يطلع مستوي من فوق. خلاص دي اول واحده. تاني واحده زي ما قلت لكم مش هنحط عليها زيت عشان هي مش ألمونيا. هندهن بقى الوش بالبيض. مكانش فيه ريحه زفاره خالص، بس هي طالعه زي بتاعت بره بالظبط. عايزين نستغنى عن البيض بلبن. تمام جدا، بس نحط عليه اللي هو النسكافيه اللي هو البلاك دوت. هنرش بقى رشه بسيطه من حبه البركه. عايزه اقول لكم انا صورت الحلقه ديت وحور نايمه صحيت قعدت تعيط تقولي انت عملتي من غيري ليه، فقلت اخليها تعمل المقدمه والخاتمه معايا. خلاص كده هندهن برضو الصينيه التانية. واحنا كده كده مشغلين الفرن من اول ما بدأنا نقسم العجينه، مشغلينه على درجه حراره 200. وعايزه اقول لكم العجينه دي ممكن نعمل منها تشكيلات كتير، وهقدمها معاكم الفتره الجايه باذن الله. دي برضو هنرش عليها حبه البركه وسمسم، وهندخلها الفرن لمده بالظبط 10 دقايق، وبعد كده نشغل عليها الشوايه لحد بقى ما تستوي. هننضف مكاننا. خلاص كده هي بقى لها 10 دقايق بالظبط، وخدت لون بسيط كده تحت الشوايه، وبدأنا نشيلها. شايفين اللون اللي هي خدته من تحت؟ لون لا يذكر خالص. هنبدأ بقى ننقلها على اي حاجه عشان تبرد. شايفين بتتنقل معايا بكل سهوله اهي. عايزه اقول لكم بعد ما استوت خلت ريحه المطبخ جميله جدا. ريحه المخبوزات كده بتدي البيت يعني مود كده حلو. هنبدا برضو نحط دول. شايفين الكميه دي كلها طلعت لي من 3 كوبايات بس من الدقيق. هنرش عليهم بالبخاخه رشه ميه كده بسيطه، وهنغطيهم بفوطه. انا طبعا ما كانش عندي فوطه كبيره فعملت فوطتين جنب بعض. هنسيبهم بقى كده لحد ما يبردوا خالص، وهنبدا نشوفهم مع بعض. شايفين بردوا طريه خالص وهشه وجميله. هنبدأ بقى. انا كنت عاملاهم بالليل وكنت هعمل لحور منهم سندوتشات الصبح، فانا هشيلهم في شنطة كده زي ما انتم شايفين، وهقفل عليهم. هم كده خلاص بردوا خالص لحد الصبح يعني هعملهم معاكم بقى الصبح. شايفين ما شاء الله الكمية تقريبا كانوا 17 واحدة او اكتر. يلا بينا نحضر الحشوة. معانا لانشون، ومعانا جبنة شيدر، ومعانا جبنة رومي، ومعانا كابوتشا، معانا فلفل الوان لونه احمر ولونه اصفر. احنا كده غسلنا الخضار وهنقطعه.
قطعنا فلفل حلقات كده. هنا نفتح سندوتش اللي ماما عملته. احنا نفتحه كده بالسكينة يا صحابي. هنا فتحناهم كلهم، وحور قعدت عشان كانت تعبانه وبطنها وجعاها ما كانتش قادره تكمل، حتى لو هتلاحظوا ان هي قاعده جنبي. هنبدا بقى نحط قطعه من اللانشون، حته او قطعه من الجبنه وفلفل الوان والكابوتشا ديت، ونقفلهم بستيك كده زي ما انتم شايفين حور يا عيني قاعده تعبانه، ادعوا لها عشان هي اليومين دول تعبانه عندها برد فظيع، فيعني مسيطر عليها قوي. وانا كمان طبعا من تغيير الجو اللي حصل. هنبدا زي ما قلت لكم كده، وممكن نحط جبنه بيضه بس مع اللانشون زي ما احنا عايزين، وبنحط خس وفلفل الوان برضو، ممكن نحشيها زي ما احنا عايزين. شايفين شكلها كان حلو قوي وطعمها جميل. بصوا يا صحابي ماما عملته حلو ازاي. من انتوا مع بعض. تحفة اوي يا صحابي ان انتوا تجربوه.